بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا من اوائل الناس اللي الحمد لله توقعوا ان هيبقى فيه هبوط في السوق. مش الحمد لله ان السوق بيهبط، لا، يعني عاوز الحمد لله على كل حال طبعا، بس توقعنا طلع صح وحصل هبوط فعلا. طيب، ايه الجديد؟ الجديد ان من عند الخط الابيض ده مقاومة فرعية السوق حاول يرتد. احنا ظننا وظننت مع الناس ده كان يوم الاربعاء، قلت لهم دي بداية ارتدادة، هنشوف لو السوق كمل صعود الخميس نقول بأمان وبقلب قوي إن احنا نخش. طب ايه اللي حصل؟ ده شمعة انعكاسية تدل إن السوق هابط، وللأسف كده احنا عملنا منظر قناة هابطة. الله أعلم هنفضل فيها لحد إمتى. حلو حلو. على الفريم الاسبوعي كمان احنا يعتبر ما هبطناش، يعني لسه اعتقد ان فيه هبوط اكتر. على فريم الشهر والثلاث شهور اعتقد ان فيه هبوط، ولازم كان يبقى فيه هبوط وهبوط كبير كمان. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ يعني ما ماشي، عرفنا يا سيدي ان فيه هبوط، وعرفنا انك شاطر وقلت لنا انت الوحيد اللي قلت لنا ان فيه هبوط. احنا نعمل ايه؟ اقول على الفريم اليومي هنا كمان احنا قلنا من الاول ان السبعيني بره الكلام ده شويه، يعني السبعيني قشطه عدت الترند بتاعه، ممكن يفضل متماسك هنا شويه وممكن يصعد يومين ثلاثه، بس اعتقد برضو ان عنده هبوط. طب احنا نعمل ايه؟ انت لو في سهم ضمنه واثق فيه ماليا والفلوس مش محتاجها، سيب الفلوس عادي، مش هيجرى حاجه، احنا صاعدين ان شاء الله، بس مش دلوقتي، فتره وهنصعد. طيب انت عايز سيوله وعايز فلوس، معرفش انت في اسهم ايه لان كل سهم بوضعه، بس حاول برضو تتخرج بجزء من الفلوس دي. طب لو سهمك كسبان، الأأمن إنك تبيع، ما عدا أسهم بعينها، أسهم منتقاة. نبدأ الأسئلة. روبكس واي دي اي بي وسي دي كرير. على الرؤية العامة بعد الصعود ده كله يبدو على روبكس ان هو هيهبط اكتر. اي دي اي بي كون نموذج سيء بنسبة كبيرة، سيء سيء يعني الترند صاعد، اتكسر الترند الصاعد، وكمان ادي كتف وادي كمان كتف، فانا اعتقد ان عنده هبوط ممكن ينزل يلامس ال37. السي دي كرير فقط برضو المنطقة الشرائية، ممكن ينزل لل25 تاني. عايز بقول حاجة، في حد كده احنا بنتابعه من اللي هم معتادين يقول لك انا اقوى استراتيجيه في العالم، انا اجمد حد. طب انا ليه دايما بتكلم على الشخص ده وانا ما بتكلمش عن حد اصلا؟ لان كل الناس اللي في السوق بتقول لك احنا بنحلل بس، يعني احنا بنحلل، وارد نصيب وارد نخطئ، ربنا موجود، كل حاجه بايد ربنا، الجو ده. الا هو الوحيد اللي بيقول لك الاستراتيجيه الاكمل في العالم والمتكامله في العالم، ومفيش كده، استحاله يبقى في كده. فالراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه في فيديوهاته؟ هو الراجل ده بيتغذى على نوعية الناس اللي بتحب المازوخية، يعني بتحب حد يمارس السادية عليهم. يقعد يقول له ما انت مش مشترك في القناة الأقوى في العالم، ما انت من الناس العامة، ما انتش من الصفوة، ما انتش مش عارف ايه، ومسمي على نفسه انتسب للقناة الأقوى في المش عارف ايه. أصل كلمة القناة الأقوى دي، يا احنا كناس اللي المفروض تنتسب عندك نقولها، يا محدش يقولها، انما انت هتقولها على نفسك. طب ما انا ممكن اقولها، انا رئيس جمهورية امريكا، يعني ما حدش هيكلمني. المهم، قال ايه بعد الشمعة دي؟ قال بعد الشمعة دي احنا صاعدين وسوقنا صاعد، ومش جات الشمعة دي. العنوان بتاع الفيديو عنده بيقول لك ايه؟ كما توقعنا الهبوط. يا راجل يا نصاب، ده انا سامعك امبارح وانت بتقول احنا صاعدين. طب ايه اللي حصل؟ جت الشمعة الخضراء دي تاني، راح جاي ننزل الفيديو كما توقعنا الصعود، كما توقعنا. طب امبارح كان ايه؟ طب ما انت كنت متوقع الهبوط امبارح. كلام غريب. الشخص ده بقى يتغذى على المازوخيين اللي بتحب يتمارس عليه السادية، زي ما بقول، اللي هو مستعد يسمع ويقعد يقول يا لهوي انا من القطيع، انا متضايق، يا انجدني، الحقني، انت شيلني، انا ما انا بطاطا تحت رجليك يا ملك. يا ربنا ييسر حال كل واحد. الفكرة وتحطها في اعتبارك، مفيش حد تحليله متكامل، لا انا ولا هو ولا اي حد في الدنيا. احنا بس كل اللي بنعمله بنعلي اسباب ربحنا وبنقلل اسباب خسارتنا، وفي الاول وفي الاخر الرزق بتاع ربنا. فانا لما اقول حاجه وتطلع غلط عادي، انا بني ادم، ولما اقول حاجه وتطلع صح عادي، انا بني ادم. الفكره ان مجمل الكلام ايه؟ مجمله صح ولا مجمله غلط؟
دي النقطة بس حبيت اوضحها، لان دايما لاحظت ان في ناس بتحب النوع ده فعلا، ان انا اقعد اقول له ده انت من القطيع، ده انت مش منتسب عندي عشان كده بتخسر، انت لو انتسبت عندي هتكسب، بس انت لو، كلام مش منطقي. في خبر عن ذات، لو اسعار الغاز لو اسعار الغاز اللي بتروح للمصانع زادت، فالمصانع هتزود سعر المنتج، فده المفروض ما بيعملش فارق. لكن لما سعر المنتج بيزيد ده بيعمل لهم ربح تضخمي، لان لو السعر مثلا الغاز زاد 30%، هو مش هيزود المنتج 30%، هو هيزوده 50%، فده هيخلي ربحهم التضخمي يزيد. فده لو الكلام ده حقيقي وطلع، هيخلي اسعار المصانع تكسب، تزيد قصدي، وتعلى. الدولية للأسمدة قلنا إن عندها منطقة شراء من هنا، وطالما عدت منطقة الشراء تبقى إيجابية. طب إيجابية لحد فين؟ آخرك 11 12 جنيه بالظبط. طاقة وإي فاينانس، طاقة أتمنى إنها تحافظ على 13/6، لأنها لو محافظتش عليها هيبقى عندنا مقاومة فرعية هنا. تمام، كويس إنها معمولة باللمبة. مقاومة فرعية هنا ممكن ترتكز عليها، بعدين عندها لل11/9/8. دي طاقة وإي فاينانس. إي فاينانس كانت خدت صعودها، بعدين نزلت ريحت، وأعتقد إن عندها هبوط. يلا واحدة واحدة. واحدة واحدة. طبعا ده وصل للهدف زي ما انت شايف الخط، المفروض تبقى بايع، وبدأ يهبط بعدها. اعتقد دي الصعيد العامة فعلا. اعتقد كنا حللنا الصعيد العامة وقلنا عاملة نموذج راس وكتفين، اذا عندها صعود. دي نقطة هدف يستحسن تبقى بايع عندها، لما ترتكز فوقها ترجع تشتري تاني. ماشي. ام تي اي اي وهرمس وامك. ماشي. ام تي اي اي برضو دي منطقة تجميع فيه وشراء، منطقة شراء المنطقة دي، عشان بعدها عنده لل7/9. امجو زي ما قلت قبل كده كتير، هو سهم رخم، وغالب التحليل ان هو هابط. ايبكو الجيزة قلناها، والكونستراكشن. ماشي. ايبكو عندها صعود وهدفها 43، لما ترتكز على 43 نشوف هدفها اللي بعد كده. يعني ممكن على 43 لو انت كسبان تبقى بايع. روسكوم كونستراكشن انا فاكر قبل كده ان انا قلت عندها هبوط، وهبوط جامد، ممكن تنزل ل200. انا عندي نفس الكلام، يعني عندك ال240 هبوط اولاني، 225 تاني، ممكن ال200، واعتقد ان احنا نشوف ال200 قريب مع نزلة السوق دي. اعتقد انها تنزل ل200. ابو ظبي قلناه، راسكم تنمية، بالم هيلز، والقناة. وراسكم تنمية قلنا قبل كده عندها ال 13/2/3، ده اكبر هدف ليها، وبعدين في ال15 ده ابعد حاجة هي جابتها، فانت المفروض تبقى بايع عند ال15، بس هتستناها تاني عند ال 13/3. لو سبتت عندها وما نزلتش تحتها، يبقى هي ممكن ترجع تاني وتعدي ال 15 وال 16 وتصعد. لو نزلت تحتها تبقى هابطة. الحاويات بعد توزيع الاسهم المجانية، الحاويات قلت كذا مرة ان انا فيها كاستثمار، وهاخد منها الاسهم المجانية. بعد الاسهم المجانية طبعا تريح يوم او 2 وهترجع تشد تاني بعدها، مفيش اي خوف. بالمي هيلز والقناة. اعتقد القناة توكيلات بقى. بالم هيلز بعد الصعود الكبير ده كله طبيعي تقابل فترة تجميع، ممكن فترة التجميع دي ترسى بيها هنا او هنا، ممكن نقعد فيها فترة. طول ما هي محافظة عليها يبقى هي مستعدة لصعود كمان. كسرتها ونزلت تحت يبقى طبيعي بتصحح بعد ده كله. اذا السهم هو اللي هيورينا ايه اللي هيجرى.
وفي الصح والمفروض بعد الصعود ده الكبير ده كله ما نخشش السهم، يعني هو صعد خلاص هخش انا اعمل فيه ايه دلوقتي؟ ايه القناة للتوكيلات؟ هي في فترة تجميع كبيرة شوية والفترة طولت، انا معاكم، لكن ليها صعود ان شاء الله، واعتبروه استثماري، سهم استثماري جيد مش هيخسر بإذن الله. الزيوت المستخلصة. الزيوت المستخلصة بعد الصعود ده كله طبعا لازم نشوف تصحيح، ففي تصحيح عند ال2.6، واعتقد انت المفروض تبقى بايع، لان المنطقة دي تواجد عندها مقاومات كتير، 4 مقاومات هنا وكمان مقاومتين اهم بالعرض ده كله، فاعتقد المفروض تبقى بايع. سماد مصر. بكتبوا الكود يا جماعة بعد كده، بعد اذنكم، قلنا كذا مرة نكتب الكود، بعد اذنكم نكتب الكود. اسمنت سينا. اسمنت سينا، كنت شفت له الصعود الكبير ده، فبعد الصعود الكبير ده الطبيعي متبقاش داخل، لو انت عامل ربح بيع، وأمن ربحك وخلاص. كونستراكشن قلناه، وطاقة قلناه. عامر نبيع على كام؟ السؤال غريب يعني، ما ينفعش اقول عامر نبيع على كام. عامر كده عدى نقطة المقاومة، المفروض تبقى بايع دلوقتي، دي قلناها. راية خدمات، أرى إن عندها هبوط، وعامة راية خدمات مش من الأسهم اللي تتحرك، يعني هو ثابت في منطقة لا بيزيد عنها ولا بيقل عنها، فأعتقد إن عندها هبوط حاليا. أبو قير ومدينة مصر. مدينة مصر من الأسهم اللي عندها صعود، بالارتكاز على دي عندك صعود لل5 جنيه إن شاء الله. أبو قير. ابو قير كل ما الحول يصعد يعني تيجي حاجة توقفه. بالنسبة لي ابو قير طول ما هو فوق ال52.7 هو كويس، وابو قير بالكلام اللي جاي عليه هو هيرجع للتمانينات تاني، فابو قير خليه معاك لمدة، مش هيخسرك ان شاء الله. كومنبو ومينا. وادي كومنبو قلنا ان تحت المنطقة دي هو خطر، فوقها هو كويس، هل نخش ولا لأ؟ اصبر يوم او 2 كمان، لو فوق ال100 جنيه تقدر تخش. بالنسبة لي ما بحبش اخش سهم زي ده بصراحة، وشايفه كمان في قناة هابطة، فمش مش محبش اخش سهم زيه. مينا. اعتقد مينا الاستثمار هي دايما بتيجي مع مينا الاستثمار، فمش انت محددتش ايه يعني، فمينا دي دايما بتيجي مع مينا الاستثمار. عامة دي نقطة مقاومة، المفروض تبقى بايع هنا، تبقى بايع لان وارد يحصل هبوط. اعمار والاهلي للتنمية. الاهلي للتنمية ال31 دي نقطة مقاومة، اعتقد ممكن هنا يهبط شوية، ممكن يهبط ل28 بتاع، لكن الصورة الكبيرة ان الاهلي للتنمية رايح ل39. اعمار. اعمار وصل لمقاومة ألا وهي ال8 جنيه، حتى دلوقتي مش قادر يعديها، ممكن تحاول تجني شوية من أرباحك هنا بالارتكاز على ال8، ترجع تخش في السهم تاني، لأن إعمار سهم واعد، سهم واعد جدا. طبعا قلنا نبدأ تسجيل حالا، فالناس جاية تفتكر دلوقتي، تمام هناخد السهمين دول معانا وخلاص. القاهرة للإسكان بعد الصعود الكبير ده كله طبيعي يبقى عنده هبوط، أعتقد هبوط لل1.6 1.5. شيني وسماد مصر وكفر السيد. سماد مصر، هات شيني بس الأول كده،
شيني شيني أرى إن عندها صعود كبير كمان، وأرى إنه سهم جيد جدا للدخول دلوقتي. سماد مصر ما قلنا مرة ما لقيناش الكود، ياريت تكتبوا الكود. كفر الزيات بعد الصعود الكبير ده كله طبيعي لازم نواجه تصحيح، فما ينفعش تبقى داخل بعد موجة صعود كبيرة، فلو السهم كسبان يستحسن تبقى بايع. ARCC ماشي. العربية للأسمنت دي نقطة بيع، المفروض تبقى بايع عندها، لما يرتكز فوقها ترجع تشتري تاني. القاهرة دواجن بقالي كتير محللتش القاهرة دواجن هنا، كنت بحللها على الاكونت التاني. عامة 10 جنيه عند القاهرة دواجن دي نقطة بيع، المفروض تبقى بايع، ولما يرتكز فوق 10 جنيه واستقر فوقها ترجع تشتري تاني. المنصورة بيتهيألي حللته، بس اهو نقول تاني يعني مش مشكلة. الجنيه ده كان المفروض تبقى نقطة بيع، هنا منطقة تجميع، اعتقد تجميع وهنهبط بعده، مش هنصعد، هنهبط بعد. بايونيرز والعبوات الطبية بايونيرز القبضة نرى ان عندها هبوط. العبوات الطبية سهم براهن عليه عنده صعود ان شاء الله من غير ما ابص. بإذن الله عنده صعود. عربية حريق الأقطان أراها هابطة، يعني قمة كمان القمة دي أقل منهم، يدوب بكسر 7 جنيه، يعني اعتبر 7 جنيه دي وقف الخسارة، لو نزل تحتها تبيع على طول. AIH أعتقد دي أكتف فاينانشال، أنا عارف أنا الحاجات دي. لأ هابط، أو بصراحة يعني حلل إيه مش عارف أحلل إيه ولا أحلل فين. وحتى على التحليل هي هابطة، فبلاش. ليه نعمل في نفسنا كده؟ AIH معرض في المنطقة الجميلة دي، لكن من الأسهم الواعدة اللي عندها صعود لل664. ايه اللي بعده؟ بلتون والقلعة. ادي القلعة اتحركت يومين بناء على اخبار، لكن عامة القلعة هابطة، ومن الاتنين ديت هتهبط لل1.8. بيلتون حاول يفوق من هبوطه، لكن تظل في نقطة فارقة عند بيلتون في حياته، هي 3.2. طالما عدى فوقها وما ارتكزش عليها يبقى لسه مش امان، لما يرجع يرتكز عليها يبقى اتأكدنا ان بيلتون امان وهيصعد. وبس كده احنا خلصنا. عندنا قناة تليجرام، عندنا قناة خاصة، عندنا إدارة محافظ، اللي حابب يشترك في أي حاجة منهم بيتواصل معايا يا من خلال كومنتات اليوتيوب يا من خلال قناة التليجرام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.